الأستاذ المنصب الحاج علي، عضو الهيئة التنفيذية لحركة نداء تونس، أهلا وسهلا بك على جريدة التنفيذية تونسية. مرحبا بك سيدي. سي المنذ، كيفاش تابعت مستوى النقاش وخاصة الحجج اللي نواب المجلس الوطني التأسيسي عن كل من الحزب الجمهوري وحزب المسار والجبهة الشعبية فيما يخص أهم الخطوط العريضة للدستور الحالي؟ احنا في مرحلة متاع نشاط دستوري كبير ومرحلة متاع مخاض، ولكن الخيان اللي تحدثوا سواء سلمى مبروك ولا الاستاذ هشام شابر والاستاذ موجي الرحوي كلهم ياكدوا على خلالات، وتبع لذلك واحنا نعرف الخلالات شنية وعلينا التطرق لها. واليوم عطيت خلالات اخرى مش معروفة، وضحت ثم مشاكل كانت في باب المسكوت عنه دستوريا، فوضحت اليوم معضلة رئيس الجمهورية والنظام السياسي الغير متوازن، وموضوع الدستور أنه يجعل باش يعطي باش السيادة للشعب حسبك السيادة هذيك وحسب مقتضيات الدستور، نظرا تأسيسا على السيادة هذيك وعلى أساس مقتضيات الدستور يحكم زيدا أو عمرو. وفسرت كيفاش أن الحاكم الفعلي يمكن أن يكون غدا بعد الدستور بالدستور هذا مؤثرات دستورية، وهذا ما هو غير مقبول. ووضحت أيضا أن وظيفة استيعاب الأزمات الدستور هذا ما يأمنهاش، وهي مسائل خطيرة أيضا بقطع النظر على الخلالات التقنية. سي الموضوع بالحاجة علي، هل ترى في نشر الوعي الدستوري عند المواطنين، وتساهم اللقاءات ما بيناتها تساهم في توضيح الرؤى وتساهم ربما في بناء دستوري أفضل، وهذا شيء أساسي.